في 2025 في حقيقة ما لازم نتغافل عنها. اليوتيوب في 2025 ما يشوفك إلا أكثر من دقائق مشاهدة، وحنا اليوتيوبر ما حنا إلا مجرد أدوات عشان نحقق له هذا الشيء. تجيب له دقائق مشاهدات أكثر يطلعك ويشهرك ويغنيك، تجيب له دقائق مشاهدة أقل حتى لو كان الرقم اللي جنب اسمك مليار ما راح تشم ريحة متابعينك ولو في أبد الدهر. فهذا الشيء يطرح لنا سؤال: إيش اللي سويناه في اليوتيوب؟ ولا ممكن يكون السؤال الواقع الأكبر: إيش اللي اليوتيوب سواه فينا؟ لو في شيء أنا جاهز إني أحلف عليه هو إنه اليوتيوب حق اليومين هذول مختلف تماما عن العصر اللي أقدر أسميه العصر الذهبي لليوتيوب، واللي هو كان ما قبل سنة 2019. زمان اليوتيوب أو السوشيال ميديا عموما كنت تحسها مكان دافئ قليلة جدا فيها المشاكل، وكل يوتيوبر وقتها كنت تحس إنه له نفس إنه ينزل اللي يبي. أيام مالتي جيمز ويوتيرن والشيء اللي أقدر أسميه زمن اليوتيوبر الكلاسيكي. أدري الحين بيجون ناس يقولوا لي وشو اليوتيوبر الكلاسيكي ما يسوي أدوار دفاعية؟ بس من غير استهبال، اليوتيوبر الكلاسيكي هو شخص عنده حياة ثانية خارج اليوتيوب، يدرس جامعة أو ثانوية، يقعد مع أهله أو أصدقائه، في الغالب إنه أصلا مخبي عليهم موضوع السوشيال ميديا عشان لا يطقطقوا عليه، ويقعد كذا لين ربي يكرمه وفجأة ينفجر له مقطع وتحصل أرقامه ارتفعت وصار مشهور. هذا هو اليوتيوبر الكلاسيكي بكل اختصار. أما اللي بنشوفهم اليوم فهم عبارة عن مزيج ما بين أشخاص ما عندهم حياة خارج اليوتيوب، لأنه بكل بساطة اليوتيوب هو حياتهم، وستريمر ما يسوون شيء غير إنهم يرمون بقايا بثوثهم للمتابعين أو كلانات تحتكر كل الأسماء الصاعدة وتعتصرها عشان تطلع منها كل ذرة محتوى ممكن. بكل بساطة اليوتيوب تحول من هواية لشوية شباب بيشاركوا فيها متابعينهم لحظاتهم بكل عفوية لمسرح ومكان بتتصارع فيه مؤسسات وجهات وأشخاص، كله عشان شيء واحد: الترند. في هذا العالم في صناع محتوى على السوشيال ميديا منتشرين في كل مكان، تحصل عندهم متابعين بمئات الملايين، ولكن يوم تدخل عشان تشوف التفاعل حقهم تلقاه جدا ضعيف إذا كان أصلا موجود. معقول هذول كلهم هم متابعين وهميين؟ ولا أتوقع أنك عزيزي المشاهد لقط طرف الخيط، لأن الإجابة على هذا السؤال هو الترند. السوشيال ميديا كلها اليومين هذول تشتغل بخوارزمية جدا متشابهة، وعنوانها بكل اختصار: ما يهم من أنت، ما يهم قدر إيش عندك محبة، والأهم من هذا كله ما يهم كم الرقم الموجود جنب اسمك، لأنه غلطة واحدة منك راح تبعدك عن أي أمل ثاني في إنك تقابل متابعينك الأعزاء. السوشيال ميديا شغالة في خوارزمية بسيطة: تفاعلك ممتاز بنطلع فيديوهاتك للجماهير والكل يتابعها، تفاعلك سيء بنشوف أي شخص ثاني عنده تفاعل أفضل منك وبنحط الفيديوهات حقته مكانك. دقيقة واحدة يعني بتشيلون الفيديوهات حقتي من قدام متابعيني اللي مسوين لي اشتراك؟ ايوه نعم، راح نشيل كل فيديوهاتك من قدام أعز مشتركينك إلا المفعلين الجرس. عشان كذا لو أنت مرة تحبني انزل تحت واشترك وفعل الجرس، لأنه هذه الطريقة الوحيدة من جد اللي اليوتيوب يسمح فيها للمتابع إنه يتابع يوتيوبر المفضل من غير ما يكون داخل في موضوع الخوارزمية. المهم نرجع مرة ثانية نقطتنا الأساسية: اليوتيوب راح يشيل كل فيديوهاتك من قدام أعز مشتركينك، وراح يقول لك بكل بساطة: يلا روح وفكر بفكرة فيديو ممكن تجيب لك تفاعل كويس عشان نفكر هل نرجعك للواجهة مرة ثانية ولا لا. عشان كذا بكل بساطة أغلبية اليوتيوبرز ما عاد ينزلون اللي يبونه، لأنه ببساطة هذا المحتوى ما يجيب تفاعل، فصاروا بكل بساطة يدورون وراء المشاكل والدراما والانتقاد لأنها تجذب الناس أكثر من المحتوى المسالم، واحتمالية أنك تطلع ترند فيه أكبر بكثير. طبعا لكل قاعدة الشواذ. في صناع محتوى من جد مستمرين بتنزيل نوع واحد من المحتوى ولا لهم بالمشاكل، واليوتيوب برضو جالس بيقترح الفيديوهات حقتهم، ولكن من كل 10 أشخاص من هذه النوعية من اليوتيوبر 9 منهم بيندفنون تحت، واحد في الغالب هو اللي بينجو. فقدانك ليوتيوبرك المفضل صار جدا سهل في ظل الخوارزمية الجديدة لليوتيوب. بيمديك تسوي تجربة بسيطة الحين عشان تعرف لأي درجة سهل جدا انك تفقد يوتيوبرك المفضل. روح الحين الصفحة الرئيسية في اليوتيوب، في الغالب راح تلاقي الفيديوهات اللي الخوارزمية تحس انها راح تعجبك، واختار اي صانع محتوى عشوائي منهم، ادخل الفيديو حقه واقعد دقيقة او دقيقة ونص بالضبط واطلع، وبعدها كل ما يطلع لك فيديو من عنده تعمد انك تتجنبه وما تضغط عليه، ولو قررت انك تدخل وما تتابعه اكثر من دقيقتين وشوف السحر. طبعا لازم انبهك ان الحركة هذه راح تضر صانع المحتوى اللي انت اخترته، لكنها افضل طريقة عشان تشوف فيها ايش اللي يصير بعد اقل من يوم واحد من انك تسوي هذه الحركة، لانه فجأة هذا الشخص راح يختفي من قدامك نهائيا، وراح يصير ظهور الفيديوهات حقته قدامك جدا نادر، هذا اصلا اذا ظهرت. يلا بيك تاخذ هذا الشيء وتعممه على مقياس أكبر. مو أنت لحالك اللي سويت كذا، افترض أنه 1000 شخص سووا هذه الحركة، ولا أقول لك لا 10,000 شخص،
قول 10,000، لا أقول لك شيء 100,000 شخص سووا هذه الحركة. أتوقع الحين أنك عرفت ليش في ناس قنواتهم فيها ملايين وما يجيبون حتى 50,000 مشاهدة في فيديوهاتهم، وفي ناس ما عندهم إلا 10,000 مشترك وتحصل فيديوهاتهم تجيب أرقام بمئات الآلاف. بكل بساطة اليوتيوب ما عاد زي أول، فصارت الأغلبية تتجه لشيئين، يا الترند يا الفيديوهات المثيرة للجدل. وهنا نجي للعنصر الثالث، أو خلينا نسميهم العناصر المتفاعلة، لأنهم دائما يكونون موجودين في قلب أي نوع من أنواع الترندات أو المشاكل، ويشتغلون زي البنزين بالضبط في زيادة نار الفتنة بين اليوتيوبرز. أنا هنا راح أكون شوي ناشف لأني كنت في لحظة من اللحظات ضحية لهذول الفئة من الزبالين، يوتيوبرز الانتقاد، أو لو تحب تسميهم سميهم يوتيوبر التشهير. وهم فئة من اليوتيوبر تلاقيهم دائما موجودين في قلب هذه الترندات، زي الشريطية اللي تحصلهم في المعارض، دائما يصطادون في المويه العكرة. من فترة ما هي بسيطة صارت لي مشكلة مع صانع محتوى ثاني، وهي السبب الرئيسي اني غيرت المحتوى حقي من الجيمنج الى محتوى متنوع حبتين، ولكني تعلمت منها شيء ممكن كان مستحيل اني اتعلمه لو ما كانت صارت لي هذه المشكلة في المقام الاول. بعد ما تغيرت خوارزمية اليوتيوب وتحولت لشكلها الحالي، صاروا تقريبا كل اليوتيوبرز اللي بينزلوا العاب محبوسين في اللعبة اللي بينزلوها. لو نزل اي لعبة ثانية ما راح تجي اي مشاهدات، والاهم من هذا كله لو ماتت هذه اللعبة اللي ينزلها فقناته راح تموت معها. احمد شو شرح الموضوع هذا قبلي، واظن انه شرحه راح يكون كافي ووافي اكثر مني. اليوتيوب تغير، الخوارزميات حق اليوتيوب تغيرت. اليوتيوب زي التيك توك، زمان كان المقطع لما تنشره يوريه مشتركينك، يحاول يوصل لأكبر قدر من المشتركين. الآن لا، يوريه العدد معين من مشتركينك، إذا نال على استحسان مشتركينك وضغطوا على الفيديو وتابعوا دقائق أكثر يوريه العدد أكبر، وهكذا وهكذا لين يبدأ يوري كمان العدد ومشتركين عندك. يعني اليوتيوب ما صار يعتمد على ولاء المتابع، يعتمد على قديش المتابع يجلس الفيديو ويتفاعل فيه. فالفيديوهات حقتك لو ما قدرت انه تجيب تفاعل كافي من اول مجموعة من المشاهدين فهي عمرها ما راح توصل لاي احد ثاني، وبالعكس اذا كثرت منها راح تضر قناتك اكثر حتى لو رجعت تنزل محتواك القديم. فالزبدة اننا كلنا كصناع محتوى لعبة معينة كلنا مع بعضنا نعتبر في نفس المركب. فوقتها كان في مننا اللي كون زي المجموعات مع بعضهم وحاولوا انهم يتجنبون مصيرهم المحتوم، وبينهم كان في يوتيوبر واحد يشهد الله عز وجل انه هذا الشخص ما كان بيني وبينه اي مشكلة، بالعكس كنت احترمه كزميل لي في صناعة محتوى هذه اللعبة، وكنت ابغى له كل الخير، لدرجة انه اي شركة كانت تجي وتعلم معي وتخلص تسألني وتقول لي هل تعرف احد ثاني ممكن نسوي دعاية معه في نفس المجال حقك؟ فوعزة جلال الله انه اول شخص دائما كنت اكتب لهم الاسم حقه على راس هذه القائمة واقول لهم روحوا عند هذا الشخص بالتحديد، ترى انسان كويس وخلوق ومتابعينه ويحبونه. كان هذا اليوتيوبر. يا شيخ وصلت بي مرة من المرات انه في شركة وبعد ما خلصنا عقد الدعاية حقنا قالوا لي هل تعرف فلان؟ قلت لهم لا والله أنا أعرفه لكن ما أعرفه معرفة شخصية. ليش؟ قالوا لي إحنا بكل بساطة كنا نحاول نتواصل معه لنا تقريبا شهرين بس ما حد يرد. في هذه اللحظة تذكرت متى قدرت إني أشوف الرسالة حقت هذه الشركة أول مرة، لأنه الشركات أعزائي المشاهدين أول ما تحب إنها تعلم معك دائما في الغالب بيرسلوا لك في الإيميل حقك. فأنا تذكرت إنه الرسالة حقتهم كانت موجودة في خانة الرسائل الغلط، وإني يوم لقيتها بالصدفة وأنا أنظف الإيميل. قلت لهم ممكن يكون هذا هو السبب. قالوا لي إحنا نبي نسوي معه عقد كبير والرجال ما يرد علينا وشكلنا ما راح نحاول نتواصل معه بعد كذا. وقتها زعلت عليه مرة، خصوصا إنه الشركة اللي كانت معي كانت منتجاتها جدا رهيبة وتدفع دفع زين، يعني دفيع من الآخر. فقلت لهم وقتها خلاص ما عليكم، يومين والرجال راح يرد عليكم وعلى إيميلاتكم، إلا أروح وأرسل له إيميل أنا شخصيا وأقول له يا فلان ترى الشركة الفلانية توها مخلصة معي دعاية جدا كبيرة وشكلهم يبونك، لا هنت دور في المكان الفلاني لعلك تلاقي الرسائل حقتهم وممكن يكون فيها رزق لك. المهم يرد عليه شخص شكله من الفريق حقه ولا مدري يشتغل معه ويقول له انه بيوصل له هذه الرسالة. يومين الا ولاقي الشركة اللي كانت معي مرسلين لي رسالة يشكروني فيها ويقولون انهم خلاص عرفوا يتواصلوا مع هذا الشخص والامور زينة. فهنا بكل بساطة قلت لهم لا شكر على واجب، وكل واحد مننا كمل في طريقه. وتعدي الايام وابدا الاحظ شيء، اليوتيوبرز اللي ينزلون محتوى عن هذه اللعبة اختفوا بالكامل تقريبا، والساحة كلها صارت عبارة عن ستريمرز في اليوتيوب. لين هذه اللحظة ما كان عندي اي مشكلة، ولكن في شيء واحد لاحظته، انه الستريمر كانوا بيستخدموا واحدة من الاساليب المكتشفة اللي انا كلمتكم عنها فوق حق زيادة المشاهدين عشان يطلعون في الاقتراحات اكثر من الباقيين، الا وهي حركة الفيديوهات الطويلة. في اليوتيوب كل ما زادت مدة المقاطع حقتك كل ما زادت نسبة اقتراحها
على الفيديوهات الثانية من نفس الفئة. وهذه الحركة لو تلاحظون من اللي يسويها دائما الكلانات، لأنها تعتبر من الأوراق المكشوفة حقة الخوارزمية. ففجأة كذا يا عيال لقيت نفسي جالس أنزل فيديوهات مدتها من 10 ل 15 دقيقة، وكل اللي حولي حرفيا 30 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة. فبالتالي تقريبا الناس اللي ينزلون فيديوهات جدا قصيرة ما كانت تجي لهم أي مشاهدات، فبالتالي اليوتيوبرز العاديين بدأوا ينسحبوا من الساحة حبة حبة. تقريبا وقتها زي ما قلت لكم أنا كنت اليوتيوبر الوحيد والأخير، وهذا الشيء أمانة ضايقني جدا، خصيصا إننا كنا قاعدين في مجتمع مغلق، فبالتالي أصلا أعداد المشاهدين جدا بسيطة. ففجأة حصلت نفسي اليوتيوبر الوحيد اللي حرفيا ينزل محتوى مو جايب لك طاطة من بثوث المباشرة الطويلة. في هذه اللحظة نزلت فيديو انتقد فيه كل من كان بيسوي هذا الشيء واستغل الحركة حقة الخوارزميات. ما ذكرت اسم أي أحد في هذا الفيديو علشان متابعيني ما يتعاطفون معي وبالغلط يروحون يسبون هذا الشخص، ولا حتى أنا طقطقت على أي أحد في هذا الفيديو، أعطيت حقائق بحتة وحطيت صورة كذا يوتيوبر ينزلون نفس اللعبة معي في الثمنيل على أساس إنه هذا الموضوع يعني يخص المجتمع حق هذه اللعبة. المهم يا عيال، أول يوم يعد بخير. الموضوع صار كأنه مساحة للنقاش وأي أحد حر إنه يكتب اللي يبي، وأنا إذا كنت فاضي وقتها يا عيال كنت برد على الناس اللي داخلة تشكك في كلامي بالدلائل. المهم كذا يومين وأنا راجع من دوامي في المستشفى وخلاص بحط راسي على المخدة إلا أفتح تطبيق اليوتيوب على الجوال عشان أشيك على الإحصائيات. شلالات من التعليقات كلها حرفيا يا حاسد يا أسود يا أفريقي، وكل ما لذ وطاب من السب والشتايم والقذف والدخول في الأعراض والنوايا. أدخل أشوف اليوتيوب إلا أول فيديو طالع في وجهي، سمعتي في خطر. أدخل المقطع أحصل الأستاذ مسوي فيديو مدته 40 دقيقة كاملين، وكالعادة هذا المقطع متاخذ من واحدة من البثوث المباشرة. الرجال كان قاعد في بث مباشر وتكلم عن هذا الموضوع لمدة 40 دقيقة، وكان قاعد بيرد على كل واحدة من النقاط اللي بقولها في الفيديو كأني كنت أتكلم معه هو شخصيا. لا وبعد كان قاعد بيستعطف متابعينه إنه هذا الشخص اللي أنا مسوي فيه الخير والله، وشوفوني مشترك عنده في القناة، أوه ماي جاد ليش يتكلم عني. والزبدة يا عيال إنه يجيني كمية هجوم ما هي طبيعية، وطبعا لأنه نزل هذا الشيء في بث مباشر فالكل شاف قناتي وعرف مين أنا ودخلوا وسبوني وبهدلوني وما تركوا فيني شيء وما تجاوزوه. الزبدة إن المقطع حقه ضرب وجاب كمية مشاهدات مية طبيعية لدرجة إنه تقريبا كان ثاني أو ثالث أشهر فيديو عنده في القناة. والرجال حلب المقطع حلب وقصه شورت ونزل منه مدري 14 جزء. الزبدة يعني إنه الرجال حلبني حلب. هنا أنا رفضت إني أعتذر، خصوصا إني ما جبت لا اسمه ولا طريف أول فيديو، وإن كان عندي وجهة نظر فأنا وصلتها من غير ما أهينه، فما له الحق إنه يشهر فيني بالشكل اللي هو سواه. في هذه اللحظة بدل ما أعتذر سويت العكس ونزلت فيديو وقللت منه ومن متابعينه اللي هم أصلا في جزء منهم متابعيني. والموضوع كبر أكثر وأكثر والكل صار يطالبني إني أعتذر من الرجال وأحذف الفيديو الثاني اللي أهنته فيه وأفتح صفحة جديدة. بس على مين يحب فأفتح صفحة جديدة؟ أنا لو علي جاهز إني أحرق الصفحة اللي أنا فيها وأبدأ من تحت من التراب. جبتهم كلهم وحطيت التعليقات حقت السب حقتهم في الخلفية وعطيتهم واحدة بسم الله عليك عمرهم ما راح ينسونها. أحد منكم بتشاف 4000 قرد يصارخون في نفس الوقت. أقول لك هذا اللقطة سويتها. أنا أحب إني أعتذر، ممكن الأغلبية فهموني غلط، أنا ماني حاسد ولا إني غيور، أنا بس أجري وراء كل عيشي، فبالله تقبلوا هذا الكلام مني. أنا آسف لكل الناس اللي تحسسوا من كلامي في التعليقات، أنا آسف لكل الناس اللي يسوون بثوث مباشرة وينزلونها في قنواتهم في اليوتيوب، أنا آسف لكل الحيتان الموجودة على رؤوس صناعة محتوى هذه اللعبة، أنا آسف 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 إني ماني مهتم. هذه اللحظة مين اللي كان جالس يتابع الموضوع؟ واحد من الزبالين حقون اليوتيوب اللي كلمتكم عنهم. طبعا ما راح أذكر اسمه بس هو يعرف نفسه زين لأن المواصفات هذه ما تنطبق إلا عليه هو. الرجال حب إنه يتكلم عن هذه القصة ونزل فيديو. أول ما شفته صراحة بيني وبينكم قلت أخيرا في يوتيوبر راح يتكلم عن هذا الموضوع يفصل بيننا، لأنه اليوتيوبر الأول حول الموضوع من موضوع عقلي إلى موضوع عاطفي، وإنه هذا يحسدني وإني والله أتعب وإني وهكذا. فقلت أخيرا في واحد بيجي ويحكم بصوت العقل. طبعا هذا الكلام من باب انه هو يوتيوبر زينا واكيد انه 100% يعرف انه الكلام اللي انا قلته في المقطع حقي صحيح. اجي افتح لك المقطع الا اتفاجئ انه المقطع كامل ما في سرد اللي صار ابدا، انما هو مقطع مدري مدته كان 8 ولا 10 دقائق وكانوا كانه موجه لي انا شخصيا.
الرجال نزل لك الفيديو الاول حقي ويا ليته كامل، نزل اجزاء منه وجلس يرد على كل معلومه اقولها بكذبه من عنده. وهنا خلوني اذكركم بشيء، هذا الشخص انا ما اعرفه ولا يعرفني، وما ادري هل قرر انه يتكلم عن هذا الموضوع بشكل عشوائي ولا في شيء خلاه يكون هجومي بهذا الشكل علي. مثلا ذكرت في الفيديو حقي معلومه قلت من خلالها انه اليوتيوب دائما يقترح لك المقاطع الاطول من نفس الفئه اللي انت تحب انك تتابعها. راح لك هذا الحمار وقال لي متابعينه شوفوني وانا اهدم حجته. دي ثانيه اصلا مين انت عشان تحاول تهدم حجتي؟ هل بيننا وبين بعض معرفه عشان ترد بالنيابه عن الشخص الثاني؟ المهم ارجع لكم مره ثانيه للاجابه حقته، والله الصراحه كانت بتفشل مره. قال لك مو الرجال يقول انه اليوتيوب دائما يحب يقترح لك الفيديوهات الاطول من الاشياء اللي انت تحب تتابعها؟ طب شوفني وانا راح اثبت ان كلامك غلط، وراح اسجل خروجي من اليوتيوب واشوف هل كلامك صح ولا غلط. المهم جاك ذاك الحمار ومن جد سجل خروجه وقال شايفين ترى يكذب واليوتيوب عادي يقترح الفيديوهات الاقصر. ما هو يا اثول انت داخل من غير حساب، كيف اليوتيوب اصلا راح يعرف وش المحتوى اللي تحبه عشان يبتدي يقترح على محتوى اطول منه؟ جاء عند الدس حقي واللي كنت قاعد ارد فيه على الناس اللي كانت بتسبني، راح قصه من البدايه وقال لك تشوفون يا شباب ترى جالس يكابر على الغلط، احلف. المهم ادخل على قناته وابي اشوف من هو. احصله ما تكلم عن سالفتنا بس، لا حصلته دائما يتكلم عن مشاكل تصير بين اليوتيوبرز، ومن فتره للثانيه كان يختار يوتيوبر صغير يبدا يقص الفيديوهات حقته ويقول للناس شوفوا ترى هذا الانسان يسوي حاجه غلط جيبوا لي مشاهدات. ودائما اذا جاب يوتيوبر يدخل في نيته ويحاول انه يفهم الناس انه ما كان يقصدها كذا، ترى كان يقصدها بالطريقه الثانيه، يعني يدخل في النوايا حقت الناس الثانيين اكثر واكثر ويفسر كلامهم بكيفه فيما يصب في مصلحته ومصلحه محتواه. ودائما يحب انه ينقنق له على المشاكل اللي تصير بين اليوتيوبرز الكبار. وتعرفون وش الشيء اللي من جد راح يوقعني من طولي؟ انه يوم يجي يتكلم عن يوتيوبر كبيره عنده فانز وقاعده جماهيريه ما تحس انه ياخذ اي طرف، لا من جد يحكي لك الموضوع بحياديه ويوصله زي ما هو عشان ما حد منهم يقلب عليه. وفي كلمه قالها في واحده من المقاطع اللي قبل المقطع اللي تكلم فيه عن مشكلتنا احنا، اصلا كان جالس يسولف عن مشكله صارت بين دحومي وما ادري مين، وكان خلال المقطع هذا كله وهو يقرا التغريدات حقت اليوتيوبرز وبعضهم جالس يقول هدوها يا شباب، واذا واحد منهم مثلا دخل في النيه الثاني يقول ترى ما يجوز الدخول في النوايا، والدخول في النوايا حرام وظلم وهذا الشيء ابدا ما هو صحيح. تدخل تشوف الفيديوهات حقته اللي يتكلم فيها عن يوتيوبرز اصغر منه كلها 100% دخول في النوايا، لا وبعد قصه على كيفك. من بعد ما نزل هذا الفيديو عني فجاه صارت 80% من مشاهداتي تجي من البحث، واللي ما يعرف في اليوتيوب هذا الشيء جدا سيء، ان الناس تبحث عن اسمك انت شخصيا. هذا شيء من الاثنين، يا انهم ودهم انهم يعرفون المشكله حقتك، يا انه ودهم انهم حرفيا يقطعونك. كل ما كنت انزل فيديو جديد كنت احصل التفاعل عندي ناقص بطريقه جدا سخيفه، والتعليقات بالمئات، الكل بيدخل ويسب ويطلع. يعني الصراحه بيني وبينكم انا ما ادري وش اسميهم هذول الفئه من اليوتيوبرز، هل هم منافقين ولا يمدينا نسميهم ابو وجهين ولا هم ذكي؟ الزبده اي شيء فيما عدا كلمه رجال. ونصيحة مني لكل واحد من هذول الأشخاص، رح دور لك على وظيفة بدل ما أنت قاعد عاطل باطل ما وراك شيء غير كلام الناس. أنا متأكد أن أول ناس بيفرحون بك هم أهلك. كلمة السر معنا اليوم هي بغل. إذا نزلت تحت وكتبتها في التعليقات رح أعرف أنه توصلت نهاية المقطع، واحتمال أثبت التعليق حقك. كان معكم بيج بوس مدير كبير، أشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.